مليون. يعني اتعرضوا لدولة الحكم الجمهوري اللي هي سنة 1911 قامت، وبرضه قمعت بشدة المسلمين في تركستان. تعرضوا للحكم الشيوعي ماو تسي مم. تونج، مم. وقتل 100,000 مسلم أول ما دخل، وبعدين استباحة للبلد وقهر وإلى الآن ما زالوا مسلمين. إيه سبحان القوة ده؟ الله. ايه الثبات ده ايه وايه قوة اليقين ده؟ ده؟ فهم اه مرعوبين من وجود هذه المجموعة الثابتة على دين. ايه هو الدين ده اللي الناس تمسكت بيه ضد كل هذا القهر؟ وخلي بالك دول مش عرب، ما بيتكلموش عربي. يعني انا اذكر مقال للاستاذ فهمي هويدي، بيقول في المقال بتاعه ان انا زار هو تركستان سنة حاجة و80 83 84، فوجد الناس بتصلي في خشوع تام، بس ما بيتكلم، ما بيحركش بقه، يا سلام. لان هو مش حافظ قرآن وما يعرفش يتكلم عربي، بس هو بيعمل حركات الصلاة كلها، بس واقف. قال خشوع، انا اذكر هذه الكلمة، خشوع لعله اشد من خشوع العرب حافظين القرآن. الله. وهم ما فايه قوة الايمان العجيبة دي؟ يعني انت ما عندكش الايات ولا الاحاديث الكثيرة اللي تدي لك زاد انك انت تكمل الطريق، ومع ذلك فكرة العقيدة الاسلامية راسخة. الصحيحة راسخة لدرجة انه يتعرض لكل هذه الفتن ويثبت. وما زال متمسكا بدينه. مم. هذا مرعب للصينيين. مم. الحاجة التانية ان الصينيين شافوا قبل كده ان المغول نفسهم اللي كلوا الصين في سكتهم اسلموا على ايدين دولت. بالظبط بالظبط. مم. فالله طب ما يمنعش ان اهل الصين هم كمان يسلموا. مم. يعني انا وجود الاتراك ده ما وصلهمش ان هم ناس بسطاء وناس قله وفقراء وكذا وكذا، بالعكس. انا ابص الناس لتاريخ المغول، تاريخ المغول اللي هم كانوا اشرس من الصينيين. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ قعدوا حاكمين شويه، وفي الاخر طرمت شبرين اسلم، واسلم المغول، وتحول المنتصر الى دين المهزوم زي ما قلنا قبل كده. مم. فما المانع ان يتكرر هذا الامر ثانيه مع الصين؟ الحاجه الثالثه ان الصينيين بيلاحظوا التقدم الاسلامي في داخل الصين نفسها. سيبك بقى من تركستان، تعالى ارض الصين. الاحصائيات الرسميه الصينيه بتقول ان المسلمين في ارض الصين 60 مليون بني ادم. ده رقم 60 مليون. طبعا الصين مليار و300 مليون، لكن 60 60 مليون مليون ده رقم، عدد مخيف. رقم كبير اه مخيف. المسلمون في الصين يقولون نحن لا، احنا مش 60 مليون، احنا 100 مليون. واكيد المخابرات الصينيه دارسه الرقم الصحيح. 100 مليون في 1300 مليون، يعني لو كل صيني مسلم كلم 13 صيني اصبحت الصين دوله اسلاميه. بالظبط. احنا بنتكلم عن دوله شيوعيه، فكر الشيوعي الحادي. هذا مم. كلام غير مقبول بالمره. اخر حاجه اقولها لك في هذا المجال تخليك تعرف قد ايه الرعب اللي موجود عند الصينيين من القله المؤمنه اللي موجوده عند مم. التركستانيين. مم. ان الصينيين عندهم خواء روحي. هو فارغ من جوه، بمعنى. ما عندوش حاجه. مم. هو كان زمان بيعبد بوذا، وقبلها كان كونفوشيوس وكلام من ده، ودلوقتي بقى شيوعي فسهل ملحد. ان هو ففي يميل 10,000 لاي سؤال في دين يعني. دماغه مش متجاوبين. يا ترى مين اللي خلق الكون ده؟ الطبيعه مش مقنعه، مش مقنع ان انا اقول ان انا بقول حاجه سهل ان هو يعني يميل لاي دين، اه وخصوصا اذا كان دين الاسلام انا اللي والله هو ذو الحجه وذو القوه وذو بالظبط. الاقناع. انا اذكر كنت في سنه تانية طب، قريت في كتاب الفسيولوجي علم وظائف الاعضاء، كان كتاب روسي مم. كاتبه ملحد، فكاتب على وصف الخلايا في الجسم يعني. فبيقول الخليه دي بتعمل دور كذا، والخليه دي بتعمل دور كذا، والخليه دي دور كذا، وجه على خليه معينه دورها مش معروف. فقال ايه؟ قال it has unknown function، يعني ليها لها وظيفه مش وظيفه معروفه. غير معروفه. اه. ما قدرش يقول ملهاش وظيفه، لانه عارف ان مفيش حاجه في الانسان مخلوق عبثا. يا سلام. هو ملحد، مم. لكن مش ممكن الخلق ده يكون في حاجه عبثا. طب ما لو صدفه بقى، لو العمليه طبيعه وصدفه، ما ممكن يكون في حاجات غلط كتير موجوده صدفه. يا سلام. لكن لا، ليه لازم هذا الخلق حكيم؟ لازم ليها وظيفه. انا مش عارفها دلوقتي، بس هعرفها بعدين، او غيري يعرفها، لكن لازم ليها وظيفه. انا الكلام ده بهرني، لان اللي بيقول الكلام ده مشرك، او مش مشرك، ده ملحد منكر تماما، ومع ذلك يقف عاجزا امام هذا الخلق الانسان. فهو الصيني كده. انا حضرت في امريكا مؤتمر للمسالك يعني في تخصصي يعني، مم. وكان في جزء من البرنامج المؤتمر عن الجينات والخلايا والدراسات المعملية والكمبيوترية على الخلايا. مم. والصين الحقيقة متفوقة جدا في هذا المجال أكتر من أمريكا. يعني تبزغ الجنوب شرق آسيا بشكل عام، الصين واليابان
وماليزيا كمان وفيتنام حتى، يعني حتى البلاد الفقيرة في هذا المجال. وبدليل لسبب، لان يمكن امريكا الفترة اللي فاتت قريت تقرير ان هم اكتشفوا ان الصينيين عندهم 7 خطوات للبحث العلمي. امريكا كان على الفتره عندها 4 خطوات. 4 خطوات. فازاي يعني سبقونا ب3 خطوات؟ يبقى لازم تقوم هذه. فهي هو في الجانب ده فعلا في الجانب ده هم الجانب الاكاديمي بالذات هم متفوقين فيه عن الامريكان اكتر من الجانب الاكلينيكي يعني. فهو انا حضرت المؤتمر ده، معظم الموجودين صينيين في المؤتمر في امريكا. المؤتمر في امريكا كان حاضر في القاعه حوالي 3000، منهم لا يقل عن 2000 واحد من الصين، وهم بيتكلموا كلام كله على اعجاز الخلق في الإنسان، في الخلية في الإنسان، وهم كلهم ملحدين. ف100% لا أشك مطلقا إن كل واحد فيهم بيفكر يا ترى إيه اللي بيحصل، هو إزاي الكون ده مخلوق يعني بهذه الصورة. ده يخلينا نقول هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وناخد فاصل ونرجع تاني. طيب. اسمح لنا فاصل مشاهدينا الكرام قصير ونعود إليكم فكونوا معنا. بصراحة ما اقدرش اسيب النقطة اللي اتكلم عليها الدكتور راغب، وهي المؤتمر اللي كان في امريكا عن خلية طبعا دكتور راغب مش همدح فيه، ولكن هو متعدد التخصصات يعني هو طبيب فيزيشن في نفس الوقت، هو مؤرخ في الوقت نفسه، هو دراسات وابحاث ودكتوراه في التاريخ فالمشاهد ما يستغربش يعني. المهم المؤتمر ده اسفر عن ايه في النهاية؟ يعني هذا الدكتور لما شاف الخلية وقال it has a non-function، يعني او ليس لهذه الخلية وظيفة معروفة. لا هي لها وظيفة غير معروفة. يعني شوف، يعني لها وظيفة، انا متأكد ان لها وظيفة بس احنا ما نعرفهاش. الناس اللي المنبهرين بالخلق الانساني بهذه الصورة، ولما تيجي تلاقي برضو مؤتمرات عن الفلك، تلاقي مؤتمرات عن البحر، تلاقي مؤتمرات عن الحيوان، عن النبات، هتلاقي فيها نفس الانبهار. لازم هذا الانسان بيسأل نفسه، وإلا ما يبقاش انسان، ما وراء هذا الخلق؟ السؤال ده مش بنجاوب عليه في الصين، مع كل التقدم العلمي ده مش بنجاوب عليه، ما هم منكرين وجود الاله. طب ازاي معقوله صدفه؟ احكي لك حكايه لطيفه جدا لابي حنيفه عشان نخرج مع المشاهد شويه بره موضوع الصين والشيوعيين والكلام ده كله. جميل جدا المزج بين التاريخ والدين والقصص، والنفس دايما تميل للقصص يعني. التاريخ الاسلامي والله من اروع ما يكون. صحيح. انا استمتع ثري بالفعل والله. انا ببقى مرهق جدا اخر الليل وخلاص عايز انام ومش قادر اسيب الكتاب من حلاوه التاريخ الاسلامي. ابو حنيفه رحمه الله كان من كبار اصحاب المذاهب النهارده. المؤمنين بقال الله قال الرسول، واخاطب الملحدين بالحجه العقليه، وهذا منهج قراني. ومن يؤتى الحكمه اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم يعني. وهذه حكمه، ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. صحيح. فابو حنيفه كان بيجادل واحد في الخلق، ان الكون ده مين اللي خلقه؟ هو بيقول ما فيش. على ايام ابو حنيفه كان في واحد ملحد وكانت مدرسه يعني. فالمهم فابو حنيفه قال له طب خلاص احنا هنخلي ميعادنا نتقابل في الساعه الفلانيه عند البحر في مكان معين عند النهر، يعني عند نهر الفرات. فقال له ماشي. ابو حنيفه اتاخر عن الميعاد، جاله متاخر نص ساعه، فالثاني حس ان هو اتاخر خايف. فلما جه ابو حنيفه قال له انت اتاخرت ايه يعني؟ قال له معلش اصل حصل حاجه غريبه جدا. فقال له ايه اللي حصل؟ قال له انا واقف على الناحيه الثانيه من النهر، وبعدين ما لقيتش سفينه تاخدني. فقعدت شويه كده، فالحمد لله حصل ان بعض الاشجار وقعت، وبعد كده بدات تتجمع،
وبعد كده قعدت جنب بعضها ولقيت بعض الحبال جت ولفت حواليها وعملت زي